أيها المبتلى اصبر، احذر أن تتهم الله في قضائه. ورب الكعبة الله يعلم ونحن لا نعلم. قد يكون البلاء شديدا لا يتحمل للوهلة الأولى، وقد تتوهم أن الله ما ابتلاك بهذا البلاء إلا لينتقم منك. كلا والله ما ابتلاك به ليقصيك، وإنما ما ابتلاك به إلا ليقربك ويدنيك. وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، وقد يبتلي الله بعض القوم بالنعم. وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ما ابتلاك ليعذبك، بل ابتلاك ليختبرك، ليمتحنك. هل تؤمن بالقدر خيره وشره؟ هل أنت ساجد على هذه الأعتاب، على عتبة التوحيد بين يدي العزيز الحميد، مقر له بتقصيرك، معلن له إيمانك به سبحانه وتعالى؟ أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تصبر على المحن والمصائب والابتلاءات. وأنا أقول لكم مطمئنا لكم: ائتوني برجل واحد على وجه الكوكب الأرضي ليس مبتلى، ليس مبتلى أبدا، ولو كان حاكما أو ملكا أو عالما أو قائدا أو غنيا أو فقيرا أو قويا أو ضعيفا أو صحيحا أو مريضا، الكل مبتلى. ما دليلك يا رجل؟ قول ربي: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالخير فتنة وابتلاء، والشر فتنة وابتلاء. فاصبر على الأمراض. احفظ مني هذه الجملة بالله، احفظها: إن أعسرت شهرا فقد أيسرت دهرا. إن أعسرت شهرا فقد أيسرت دهرا. أنت تتقلب في النعم منذ سنوات، جاءك ابتلاء، جاءك مرض، جاءك ابتلاء في عملك، جاءك ابتلاء في رزقك، في زوجك، في ولدك. اصبر يا أيها الناس، لا تتهموا الله في قضائه، فإنه لا يبغي على مؤمن. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى عنده حسن الثواب. عجبت لمن وقع به ضر، كيف يترك قول الله جل وعلا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإن الله جل وعلا قال بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. عجبت لمن وقع به الهم، كيف يترك قول الله جل وعلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن الله جل وعلا قال بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. عجبت لمن خاف ظلم الظالمين، كيف يترك قول الله جل وعلا: لا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن الله قال بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عجبت لمن خاف مكر الماكرين، كيف يترك قول رب العالمين: وأفوض أمري إلى الله. فإن الله جل وعلا قال بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الجأ إليه يا صاحب الهم، وكلنا ذلكم الرجل، وأنا ذلكم الرجل، وأنت ذلكم الرجل. يا صاحب الهم،
إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لك الله، الجأ إليه وأنت على يقين أنه يحبك وأنه أرحم بك من أمك، ورب الكعبة أرحم بنا من أمهاتنا. وأنا أعلق على حديث النبي: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها، وأقول: يا رب، اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأمي لا ترضى لي العذاب والهلاك، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ أبداً.